التعادل السلبي ما زال قائما بين المنصورة والنادي الأهلي. مجدي طلبة وبيلعبها المرة دي على ايمن القريب ومحمد شرف. حلوة واحمد عبد المنعم. حلوة جملة تكتيكية حلوة للنادي الاهلي في الدقيقة 36. هنشوفها تاني ايه محمد شرف. الحقيقة يمكن خدها من على ايد اشرف عبد الرشيد. برافو 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 محمد شرف اهي قدام حضراتكم. وحلوة احمد عبد المنعم على طول بيحطها من الوضع راقدا. بيتقدم النادي الاهلي على نادي المنصورة في الدقيقة 37 من زمن الشوط الاول 1. ومعاهم محمد اسلام اللي قدام حضراتكم في الصورة بدان واتصلحت لداوود وهوبا جوه داوود مصر. الجول الاول ابراهيم لايمن محب ومحمد شرف وايمن والجول الثاني للمنصورة. حلوة بقول لحضراتكم ايمن محب وسط مدافع شوية وهيخرج داوود نصر واتلعبت الضربة ركنية وهوبا وتطلع من خط الجول ويتابعها احمد عبد المنعم. والجول الثاني للنادي الاهلي. انما اعتقد ان احمد عبد المنعم مجدي طلبة بقول لحضراتكم كل الكور العرضية مشير حنفي شرف. انما ولا شرف يعني برضو احمد عبد المنعم. يمكن الكورة اتحسبت لاحمد عبد المنعم. الهدف الثاني شرف عملها حلوة قوي بيطلعها محمد اسلام بيتابعها احمد عبد المنعم عشان يجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. يعني نقول احمد عبد المنعم ولا شرف انما نلعب على الاضمن شباب الرياض. سيد عبد الحفيظ مجدي طلبة بيعدي وخطر يا خبر مش متاني وهوبا جوه الجول. احمد عبد بيومك يا احمد يا عبد المنعم مش ممكن. انما بقول لا مجدي طلبة عملها حلوة قوي. مجدي طلبة عدى احمد عبد المنعم المتابع. طلبة هوش حلوة قوي وعدى مجدي طلبة وقنبلة تخبط في ايمن محب وترجع تاني. انما احمد عبد المنعم المتابع يحط الجول الثالث للنادي الاهلي. 3-2 وسط فرحة اهلاوية كبيرة اهو قدام حضراتكم. فعلا احمد عبد المنعم.